السلام عليكم، اخباركم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الخبر التامر مع تامر كعادتهم المغاربه، وليس بجديد عليهم ان يبهرونا باستقبال ولا اروع للاهلي المصري في المملكه المغربيه الشريفه. شكرا جلالة الملك محمد السادس، شكرا للقائمين على هذا العمل، شكرا للمغاربة كافة من طنجة للكويرة والصحراء المغربية، شاء من شاء وأبى من أبى. صراحة أبهرتونا بالاستقبال، واستقبال ولا أروع. نحن نعلم كيف هم المغاربة وكيف هو الاستقبال في المغرب، ونكون كما قلت سابقا، أنا عندما أسمع كلمة المغرب سينظم أي فعالية فأنا أكون مرتاح زي ما بيقولوا، وحط في بطني زي ما بيقولوا المصريين بطيخة صيفي. المهم عشان ما نطولش عليكم، ندخل على الاستقبال من ساعة لما وصل الأهلي للمطار ووصول الطائرة إلى غاية آخر شيء. اتفرج. وشكرا مرة أخرى للمغاربة كافة ولجلالة الملك محمد السادس والقائمين على هذا العمل. شكرا. نشوف. بسم الله. الكابتن محمود الخطيب نازل زي ما انتم شايفين، بيستقبلوا الوفد. بسم الله. يجي يستخدم ده ويقول ده مش نادي الوداد اللي كنتوا بتقولوا، لا، قصة مختلفة. ارجعوا شوفوا الاهلي خط احمر عمل ايه فرحا بالمغرب في كاس العالم، عشان البعض اللي يحاول دايما اشعال الفتن. كابتن محمود الخطيب هو وبعثة النادي الاهلي تحل على ارض المغرب سالمين. نحن في وطن ايضا لا يختلف عن مصر بالنسبة لنا، نحن في ارض اكيد لنا ما بينها علاقات جوار وعلاقات سعيدة جدا، ويظل دايما يا احمد المشهد ده مشهد جميل لازم نبني عليه، لازم نبني على ان الاهلي بيقدم الصورة الجميلة. ده مشهد حالا حصريا لشاشات قناة النادي الاهلي، دايما هتشوفوا معانا كل جديد يخص النادي الاهلي ونلف كل الدنيا. شوف حته جلال علام دي. طبعا الحمد لله على سلامه الوصول لبعثه النادي الاهلي لدوله للمملكه المغربيه. الماء والخضره والوجه الحسن، هذه كانت اغنيه من كلمات او من غناء عبد الحليم حافظ للشعب المغربي الشقيق. طبعا الكابتن محمود الخطيب قامة كبيرة احنا نعتز بيها كلنا، وانا اهلاوي على فكرة وودادي، مع احترامي للرجاء وكل الانديه المغربيه، بس انا ودادي واهلاوي، والرجاء طبعا من الانديه الكبرى لا يخفى على احد، ونكن له كل الاحترام، وكل المنتخبات كل الفرق المغربيه. بسم الله ما شاء الله. نهضة بركان هي كنبريها جديده. لحظه دخول الامن. بسم الله ما شاء الله. لحظه دخول. شوف بص تراث العراقه. بص ده هو لازم التمر. ادخل يا سيدي. اقول لك تاني الملفي. انت شايف لوحدك، مش عايز اتكلم انا. بص بوكيه ورد، مش ورده لكل لعيب. يا راجل ده حتى الورد ورده لكل لعيب. انت عارف نفسك من غير ما اقول اسمك واقول دولتك واقول انت مين.
بص الكلام، بص اللعيبه داخله، بص شافوا طبعا الحلويات المغربيه ولا يعلى عليها بقى، بسم الله ما شاء الله. بص اختار، اختار، ادخل كده، بص بص كرم الضيافه، اختار اللي انت عاوزه، مش بقى ملفي وزاد من عند سيمو البقال. ها، ملفي بدرهم وجوج دراهم ديال عصير من عند سيمو، ما اعرفش واش خلصتوه ولا لا، المهم. شوف 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 شوف، شوف القاعة وشوف الجمال وشوف، شوف، مش القاعة المظلمة اللي انت حاطط فيها الناس. والله لا بقاو فيا هدول العزاوة اللي انت كنت حاطهم مساكن، هذوك الفريق ما اعرفش ايش من فريق هذا اللي كنت حاطهم في هذاك والله لا. شوف هنا فوتيات، اجلس هنا، اجلس في آه، صالونات مغربية، اجلس فين ما بغيت، انما مش فوتيه مقطع. والله لا عيب، عيب والله، والله لا عيب. مهم، ما علينا. جلالة الملك محمد السادس نصر الله وأيده. شفت يا غالي؟ شفت الاستقبال وشفت الناس قاعدين ازاي، وبص، بص اتساع. مش واحد ناس، واحد الراجل يعني مش عارف يقعد فين، واخد البتاع في ايده، وواحد حاطه بتاع على الكنبه، على رجل الكنبه عشان ما فيش ترابيزه يحط عليها. فضيحه. المهم، هو ما اعرفش اخوتي المغاربه وش نهضر بالمغربيه ولا نبقى نهضر بغير بالمصريه. المهم، لا بغيتو نهضر بالمغربيه انا كنهضر بالمغربيه مزيان 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 كاع. بغيتو نهضر بالمصريه نهضر بالمصريه، المهم على حسب ما بغيتو نتوما. شوفوا، المهم اكتبوا لي في التعليقات واش بغيتو نهضر بالمصريه ولا غير بالمغربيه بالدارجه. لا بغيتو بالدارجه انا زعما تفلاشيت ضرب غلف. تحيه لضرب غلف. انت شوف، شوف الناس، شوف، بص مرتاحين، مش مزنقين في بعض في كنبه. والله ما انا عارف اقول ايه، والله العظيم. لك كل ما افتكر الموقف ده اقول الناس دي معانا في افريقيا، الناس دي عرب مسلمين يعملوا كده مع الناس بالطريقه دي؟ ده صوره مشرفه لينا احنا يعني. بص الصوره المشرفه لينا، بص بص قاعدين ازاي، بص بص الاستقبال. اتفضلوا. الموضوع مش اكل، مش اكل بس، كرم الضيافه، كرم الضيافه. عيب. هيكلفوكوا كام يعني؟ الطبلة دي كاملة هتكلفكوا كام؟ هتكلفكوا كام؟ كام بلاطو ديال الحلوى هيكلفكوا كام؟ بالله عليكم. شيء محزن بصراحة، محزن. بص بص، شوف، شوف الناس تحس ان هم مرتاحين، رايحين جايين على راحتهم، الدنيا زي الفل، امور طيبة، امور زي الفل.
ولا أروع. بص كهرباء. بص الناس تحس ان هم يعني فعلا في بلدهم، مش متغربين او مش في بلد تانية بصراحة. لان فعلا انا لما بقى في المغرب احنا ما بنحسش بالغربة يعني. فهمتني؟ انا بدخل بعض الاوقات بعض الاماكن الاقي ام كلثوم شغالة، عبد الحليم. والله يعني الحمد لله. الله يديم المحبة بين الشعبين الشقيقين. والله يهدي بعض الناس. احنا نتمنى لهم الهداية والله. لو ربنا هداهم هنكون زي الفل. والله افرح لهم لو ربنا هداهم. انما طول ما هم معتمدين على سرقة تراث دول تانية. انا عن نفسي انا عن نفسي ما كاين لا خاوة لا استحمص، ده بحال ما كيقول المغاربة. اما ان عادوا عدنا، مفيش مشكلة. اخوات وحبايب وما كاين حتى شي مشكل. المغربي براسه لو انا وياه، انا وهو، هو سرق من عندي وانا سرقت من عنده، ما نكونوش خوت وحباب. طبيعي، شيء طبيعي. المغربي لا يسرق من عندي شي حاجه قال ديالتي، وانا الا سرقت من عنده شي حاجه وقلت ديالتنا، اكيد ما نكونوش خوت. ما هيبغينيش وما هنبغيوش، شيء بالفطره. لكن انتوما ما باغينش شوف كلام الضيافه. شوف فكر. سيمو والله لا. كل ما كان تفكر هذيك الملفيه وهي محطوط يتيمه هكاك في الطبسيل بوحدها. بص اشكال وانواع. خد اللي بغيتي. بص خد اللي بغيت. بص خد يا سيدي. وقيل الاخر هذا كعب الغزال. وقيل تبارك الله. كعب الغزال هنا في المغرب عندي ما نساله. مهم تبارك الله كل شيء بصراحه في المغرب ما عندي ما نساله، ولكن انا كنبغي كعب الغزال. شوف بص، تواصل رايحه تواصل جايه. الفيا. لا اله الا الله والله لا. الواحد يقول لك يضحك من كتر ما انا اتقصت من هذيك المنظر. والله لا. جاتني الضحكه. لا اله الا الله. والله لا. تراث، عراقه، تاريخ، ارض طيبه قد خرج اكيد كل شيء طيب. هذا هو للاسف هذا هو اللي واقع في المغرب. ارض طيبه تخرج كل شيء طيب. اما ارض ما زال خاصها تتحرس، خاصها ما زال، وخاصها بزاف الخدمه على قبل تقدر تخرج داكشي الخير. هو انتم. اما انا في مصر انا ما نهدرش. انا ما نهدرش. انا سير صور الصين العظيم، سير امريكا، سير اي دوله، قول لهم ايجيبت.
بس ايجيبت بس. والمغرب طبعا ما نهضروش عليه، هو كمان هو الاخرين ما نهضروش عليه. انما روح دوله كده وقول له دولتك انا من كرغوليا العظمى، شوف هيقول لك ايه. يقول لك فين جدي؟ جنب المغرب ولا فين؟ جنب المغرب. تقول له انا في افريقيا. فين في افريقيا؟ فهمتني؟ انا جنب تونس. جنب المغرب. اي يقول لك مش جنب المغرب، مش قريبين من المغرب، قريبين من ليبيا مثلا، تونس مثلا. فهمتني؟ اصل هي مش بالمساحه، مش بالكبر، مش بالكبر. قطر قد كده، قطر قد كده، شوف عملت ايه. يبقى مش بالمساحه، عندها غاز عندكم غاز. شوف انت بقى حجمك قد ايه وهي حجمها قد ايه، وعملت ايه وانت عملت ايه. يا راجل ده قطر حتى زي باجز كده محطوط فيه يمكن عطر او حاجه زي كده، وحبه حاجات كده خاصه بالتراث بتاعهم في الملعب على كل كرسي. انا مش بقول لك اعمل كده لان ده مصروف وانا عارف، انا مش بقول لك اعمل كده، بس شوف ده حاجه كده ايه، ده حاجه ثانويه يعني، مش حاجه اساسيه، مش اكل ناس جايين ضيوف. اصلا عيب ان احنا نتكلم في الموضوع ده، عيب عربي مسلم يتكلم معاه في الموضوع ده اصلا. ولكن ان خرج العيب من اهل العيب ما يبقاش عيب. فانتوا لازم تاخدوا على دماغكم علشان تعرفوا ان ده عيب وده ما ينفعش وده ما يصحش. ده اللي انا بشوفه بصراحه. بص الناس قاعدين مرتاحه كل شيء، احنا خليناهم ليه؟ يعني ما فيش كلام اقوله، باين واضح الناس عامله ازاي، فرحانه ازاي. وبص انت اجيب لك المنظر التاني بتاع الناس مساكن الفرقه الافريقيه دي اللي نازله وهم مساكن مش عارفين يتكلموا، مش عارفين يقولوا ايه. بس هقول ايه ما علينا.